لو انت ما تعرفش، في مسلسل ظل الرئيس غالبا كده كان بيجسس شخصيه معينه وعظيمه وموهوبه في شغلها، هي شخصيه العقيد محمد الشعراوي. العقيد محمد الشعراوي كان اول ظهور ليه كحارس شخصي للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بعد احتفاليه 30 يونيو. خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنازله عن منصبه وهو ايام ما كان منصب وزير الدفاع. انا كابتن احمد عصام، ما تنساش تعمل لي اشتراك وتعمل لي لايك، مش هياخد منك سنتين بس تتعبني نفسيا وتتعبني معنويا عشان اقدر اكمل في المحتوى ده وانزل لكم فيديوهات كتير. وقتها ظهر العقيد محمد الشعراوي كحارس شخصي للرئيس عبد الفتاح السيسي، بس عايز اقول لك ان ده ما كانش اول ظهور ليه. اول ظهور للعقيد محمد الشعراوي كحارس شخصي برضه كان مع رئيس الاركان الاسبق سامي عنان، وده يدينا انطباع عن العقيد محمد الشعراوي كحارس شخصي مهم للشخصيات المهمه. غالبا كده ومن تاريخه في حته حراسه الشخصيات المهمه، مهمته حراسه شخصيه رئيس الاركان. عشان كده برضه شفناها مره ثالثه مع الفريق صدقي صبحي، وبرضه كان متولي حراسه الشخصيه ليه. العقيد محمد الشعراوي شخصيه مميزه وموهوبه جدا في شغلها. كل تاريخه العسكري بيديله الصداره في المرتبه الاولى، اللي هو يكون حارس شخصي للشخصيات المهمه. مثلا ان هو كان بيخدم في الفرقه القتاليه 3 ساعات قتال، تعتبر من اشد الوحدات القتاليه الموجوده حاليا في مصر. بالمناسبه الفرقه 3 ساعات قتال هم 6 اشخاص بس منها قدروا ان هم يحموا المتحف المصري ايام جمعه الغضب. غير برضه ان العقيد محمد الشعراوي شخص قوي البنيان وبيمتاز بكتله عضليه هايله، كل ده بيديله الاحقيه ان هو يكون حارس شخصي للشخصيات المهمه زي رئيس الجمهوريه. وبالفعل بعد تنازل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنصب وزير الدفاع وتوليه منصب رئيس الجمهوريه، اختار برضه العقيد محمد الشعراوي اللي هو يكون حارس شخصي ليه ويكمل مسيره معاه طوال فتره الرئاسه. في الحقيقه حصل بعض اللقطات على المذاع على التلفزيون بيبين لك ان العقيد محمد الشعراوي شخص صارم جدا وليه نظره حاده خاصه جدا، يعتبر برضه اللي هو سريع الانفعال وشديد الغضب. محمد الشعراوي يعتبر مثال حي جدا للشخصيات المتميزه في شغلها، ويدي لك مثال حي على التميز، يدي لك مثال حي على انك تكون متميز في شغلك وموهوب في شغلك. ايا كان عدد المنافسين ليك حاول دايما انك تسعى وتتميز في شغلك. واللي يثبت لك كده كمان ان في مئات الحراس الشخصيه الموجودين في الفعل في الفتره اللي احنا بنتكلم فيها او في الفتره السابقه، محدش فينا سمع عن اي حد منهم الا العقيد محمد الشعراوي، ويكون شخصيه عظيمه برضه زيه. ده مش تأثير من التانيين لا سمح الله، بس هو تميز في الشغل مش اكتر. بس للاسف في الفتره الاخيره لاحظنا ان العقيد محمد الشعراوي ما بقاش يظهر كتير على ساحه التلفزيون او يظهر ان هو بقى حارس شخصي لشخصيه تانيه. ده يدل ان هو انسحب تدريجيا وببطء جدا حتى محدش خد باله، بس برضه خد محبه الناس ليه وحب الناس ليه. يعني في ناس كتير عملت اكونتات فيك وكانت بتتكلم باسمه. كتير عمل فيديو طويل جدا على صفحته الخاصه على الفيسبوك بيحذر فيها الناس اللي بتنتحل شخصيته على الفيسبوك، طبعا محبته ليه مش قاصدين اي حاجه، ويحذر فيها الناس اللي بتنتحل شخصيته اللي هو هيتم ياخذ الاجراءات القانونيه ضد الناس دي. انا كابتن احمد عصام، ما تنساش تتابعني عشان تشوف كل جديد.